قرعة كأس العالم للأندية البطلة اليابان 2011 من 8 ديسمبر القادم إلى 18 ديسمبر. المباراة الأولى للترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 11 ديسمبر القادم ضد فريق السد القطري. مباراة تنطلق 8 متاع الصباح على ملعب التويوتا ستاديوم. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي في الدور الربع النهائي لكأس العالم للأندية البطلة. هكا كان يتأهل يتقابل الترجي في الدور النصف النهائي مع فريق برشلونة الإسباني، فريق نجوم العالم ميسي، فيا، بيول، فيكتور فالديز، جيرار بيكي، بيدرو. لكن يلزم الترجي التونسي يربح السد القطري العنيد، فريق صعب المراس. مجدي تراوي يؤكد. والله صحيح قلت شيء اللي من نجم مقابل برشلونه لما ننتصروا على السد القطري. السد القطري مش كما يتخيلوها برشا ناس، معناتها بالعكس السد القطري فريق ممتاز وتفرجت فيه برشا مرات، عنده لاعبين ممتازين معناتها من على تيراز من يونغ نتاع مارسي، عبد القادر كيتا، فهمت، عنده خط هجوم قوي، عنده لاعبين وسط دي زيترونجي قويين بريزيليان معناتها، عندهم في الوسط ملاعبي برشا، عندهم غير ليسر نتاع الجزائر نذير بالحاج، معناتها جمعية اخذوا جوارات باهيين معناتها معنا تيراز. دونك يلزمنا نقوموا مباراة ممتازة معاهم، مش نجموا نترشحوا معناتها بطبيعة الحال. احنا كترجي نحبوا معناتها نواجهوا فريق برشلونة اللي هو بالنسبة لنا احنا حاجة كبيرة برشا معناتها باش تمشي للكوب دي موند وتلعب ضد برشلونة. ان شاء الله معناتها قبل ما نخموا في برشلونة لازم نخموا في المباراة الأولى اللي هي صعيبة باش تتعدى معناتها. مجدي يلزم المباراة الأولى يخمم فيها الترجي التونسي، يعني الفريق مش سهل السد القطري، يلزم ياخذ باله الترجي من الفريق هذايا بصراحه. لما تقابل ميسي، فيا، بيول، فيكتور فالديز، جيرار بيكي، بيدرو، طموح كبير باللاعبين الكل باش يربحوا المباراه هذه ان شاء الله. هذاك هو معناتها ديفيرونس، معناتها كي تسمع كيف تلعب كونتر برشلونه تلقى الملاعب سوبر موتيفي، تلقاه يعني يعطي 200%. دونك شيء لازم نقوموا به ضد القطر، ما نجموا نلعبوا كونتر برشلونه من نرفعوا السد القطري باش تعدى مباراه صعيبه سيكي سيور، معناتها نتصورها باش تعدى صعيبه برشا. ان شاء الله معناتها نكونوا نحن مركزين ونشرفوا فريق الترجي والرايه الوطنيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مجدي تراوي مرتين في اليابان. والله الحمد لله فضل من عند ربي ورغايه الوالدين، الحمد لله معناتها واحد دخل التاريخ من قبل كبير. ان شاء الله يا ربي ديما هكا واحد منور معناتها الرايه الوطنيه، وان شاء الله ديما ما نخفوش هكا، ان شاء الله ديما نقدموا وان شاء الله واحد يقدم في التاريخ ان شاء الله. هكا عالم الاولاد مجدي الماكله كيفاش غادي وبرشا حاجات اكيد يعرفها مجدي من التجربه السابقه. برشا عادات هما ان شاء الله يموتوا مخيشونين بالبلاد وبالنظام بكل شيء، معناتها باش يدخلوا في الجو ديريكتومون خاطر باش يلقاو كل شيء معناتها واضح وما فماش لا ما يتحقوش جديد في اليابان، معناتها كل شيء واضح، كل شيء مرسوم. دونك ان شاء الله باذن الله معناتها نعملوا نتائج تشرف كرة القدم التونسية ان شاء الله يا رب.